السلام عليكم. تعالوا النهارده نتكلم مع بعض عن حاجه اسمها التي اي في اي، يعني توتال اي في توتال انترافينوس انستيزيا، يعني التخدير عن طريق الوريد في حالات مثلا زي عندي كسر وليكن في الريديوس او القنا اللي هي عظمه الزند او القعبره في الاطراف بتاعتنا في البريفرال. فانا محتاج ان انا اخدر الاطراف بتاعتنا بمواد مخدره، فبدل ما الجا للجنرال انستيزيا عشان خاطر اقدر اركب شريحه او كسر في الاطراف او السوبر كلاف انستيزيا، احنا عندنا في حاجه اسمها جنرال انستيزيا يعني تخدير عام، وان شاء الله نعمل لها فيديو خاص بيها. عندنا حاجه اسمها سوبر كلاف انستيزيا برضو هنستخدم هنصور فيديو عنها، لكن النهارده بنتكلم عن اللوكال اي في انستيزيا اللي هو تي اي في اي، يعني توتال انترافينوس انستيزيا. بحضر ايه؟ اول حاجه بيكون معايا كيس قطن، ده كيس قطن حجمه 50 جرام، بحضره معايا عشان خاطر اقدر الفه على دراع العيان في المنطقه اللي انا هعمل فيها التورنيكيه. فيكون معايا تورنيكيه، ده تورنيكيه بلدي شامبر، تورنيكيه بلدي عادي خالص. بيبقى مجهز معايا اتنين، ده حد ادنى لازم يكون معايا اتنين. يبقى انا بحضر معايا الكيس القطن، بحضر معايا التورنيكيه، بيكون معايا الزيلوكين او اللودوكيين، حاجه اسمها زيلوكين او لودوكيين تاني، لودوكايين او زيلوكين. دي انا اللي انا بحقنه، باخد حوالي 20 ملي من الفيال ده وبحقنه. خلاص بيكون معايا سرنجات احجام مختلفه. السرنجه الاساسيه اللي بحقن بيها هي سرنجه حجم 20، مش متاحه بحضر معايا سرنجه حجم 50. مش هنقف على حاجه. بيكون معايا سرنجه 10 و5 و3 للحاجات الجانبيه. بيكون معايا لاتكس عشان خاطر اقدر استخدمه. بيكون معايا ملح عشان لو حبينا نحل، في ناس تحب تاخد زي ما قلنا 20 مللي وتحقنها على طول، ناس تانية تحب تاخد 15 مللي ومعاها 5 من الصلايم بتاعنا. ماشي. بيكون معايا كانولات عشان خاطر اقدر ان انا احقن الزيلوكين ده فيها. خلاص. وبنركبها في نفس الدراع اللي فيه الكسر وبنشيلها قبل ما نفتح ونشتغل. بيكون معايا حاجات جانبيه عشان خاطر العيان ما بيستحملش ان احنا نعصر دراعه. نعصر دراعه يعني ايه؟ يعني لو ده دراع العيان ولكن مثلا عنده كسر عند الغطاء الاخضر ده، فانا ودي مثلا هنا الكف بتاعه، وهنا مثلا الالبو اللي هو الكوع، وهنا مثلا عظمه الهيومرس. خلاص. ولكن مثلا دي الريدس بون اللي هي عظمه الريدس بتاعتنا. فحبيت مثلا ان انا عندي كسر فيها، ولكن ديستال عندي المنطقه الخضراء دي، ديستال يعني بعيد. انا عايز احقن بقى اللوكال اي في عشان خاطر اقدر ان انا اشتغل احط الشريحه او الواير بتاعي. طيب اول حاجه بستخدمها ايه؟ بركب كانولا في نفس دراع العيان عشان خاطر اقدر احقن فيها الزيلوكين. بيكون معايا تورنيكيه. ماشي. بجيب القطن بتاعي وبلفه على عظمه الهيومرس فوق. ماشي. وبعد ان انا بلف التورنيكيه الاولاني واثبته ببلاستر طبي مقاس 10، يكون معايا مقاس 10 او 5 مفيش مشكله. طيب بعد كده بسحب بسرنجه ال 20 الزيلوكين بتاعي، وابدا ان انا احقنه في الكانولا اللي انا ركبتها. طيب بعد ما احقنه قال لك معاك من 10 ل 15 دقيقه عشان خاطر نعمل التورنيكيه الثاني. من 10 ل 15 دقيقه يكون التخدير بدا يشتغل في دراعه. فبحقن التورنيكيه، بركب التورنيكيه الثاني. بركبه امتى؟ قال لك بعد من 10 ل 15 دقيقه من التورنيكيه الاولاني. بركبه ازاي؟ قلنا ان اول تورنيكيه بركبته في عظمه الهيومرس، ده بركبه جنبه على طول. طبعا بعد ما نلف القطن بستخدم التورنيكيه. طيب عملنا التورنيكيه الثاني. تعال نشوف بقى التايم بتاع التورنيكيه قد ايه. قال لك اقل تايم عشان خاطر افك التورنيكيه ده من دراع العيان بيكون ساعه الا ربع. طب اقصى تايم الماكسيمم بتاعنا ممكن يوصل لحد ساعتين، واحيانا ساعتين ونص مثلا، بس خليك في الاضمن ساعتين، ده اقصى تايم، ده الماكسيمم بتاعنا. طيب لو انا فكيت التورنيكيه ده قبل الساعه الا ربع هيحصل مشكله. ممكن التخدير اللي هو الزيلوكين اللي حقناه في الفين بتاعه يوصل في السيركيليشن بتاعه، يوصل للهارت، يحصل ارست العين ضاي على الترابيزه. يبقى العين داخل يعمل شريحه او يركب شريحه او اسلاك، خرج متوفي لا قدر الله ضاي مننا. يبقى المينيمم بتاعنا ساعه الا ربع. الحد الاقصى الماكسيمم بتاعها ساعتين في عشان افك التورنيكيه. وانا بفك التورنيكيه بفكه بطريقه اسلوب، بطريقه
بطيئه، يعني بطيئه قوي عشان خاطر الفيزلز بتاعتنا لما فك التورنيكيه بسرعه ممكن تفتح بسرعه. هو وظيفه التورنيكيه ده ايه؟ قال لك ان انا بقفل الفيزلز، بكتف القراطر بتاعته، الفينات بتاعته، الكابيلري بتاعته، اي حاجه توصل الماده اللي لاحقينها في الفين للسيركيليشن بقفلها. فما ينفعش لما افك التورنيكيه افك بسرعه، هيحصل ايه؟ هتفتح بسرعه، فممكن يعدي زي لوكين يوصل للسيركيليشن. طيب يبقى قلنا المينيمم ساعه الا ربع، اقصى حاجه ساعتين. بعد ساعتين لو فكيته بالراحه العيان بتاعك عايش والدنيا بتاعته كويسه ومفيش اي خطر باذن الله. طبعا بيكون معايا ميدياسيتك او كتوار او النالوفين اي حاجه عشان خاطر العيان ما يحسش بالوجع اثناء ما انا بشد التورنيكيه ده، لان وانا بركب التورنيكيه ده العيان بيبقى عنده بين فظيع، فانا بديله حاجه زي كده عشان خاطر ريليف البين، يعني يخفف الوجع اللي عنده. بيكون معايا اتروبين وافيدرين، وممكن نحتاج انتي بيوتيك او اي حاجه جانبيه. ده الاساس بتاعنا، ممكن نحتاج جنبه حاجه جانبيه على حسب باقي الحاله بتاعتنا، تعلق ملح، تعلق انتي بيوتيك معين. ده كده كان فيديو النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها تي اي في اي، يعني التوتال انترافينوس انستيزيا. كان فيديو بسيط النهارده حبيت اوضحه لك. ده تاني نوع كده من التخدير شرحنا السباينال انستيزيا. لو كنت ما شفتوش ارجع للبيج على الفيسبوك او القناه اليوتيوب، سيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن او في كومنت على البيج لو انت على الفيسبوك. وكده ان شاء الله فاضل لنا كده نشرح الجنرال انستيزيا والسوبرا كلاف انستيزيا واللوكال انستيزيا اللي هو التخدير الموضعي العادي، ونحدد زي نركب نشرح زي نركب ايبيديورال، برضو نوع من انواع التخدير النصفي بس بيطول معايا التخدير بتاعنا. ان شاء الله نشرحه فيديو خاص بيه. تنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب لو انت على اليوتيوب. لو انت على الفيسبوك تنساش تعمل كومنت كده تقول لنا رايك ايه في الفيديوهات دي، وشير للبيج خلي غيرك يتعلم. ان شاء الله انتظرونا في فتره قويه الفتره القادمه. شكرا، السلام عليكم.